سلام، جماعة تكونوا بيان. اليوم جبت لكم مملحة سهلة بعجينة سهلة جدا ب3 مكونات فقط. هنا في إناء جبت 3 كؤوس تاع الفرينة، وجبت فنجل تاع زيت أو أقل فنجل هكذاك. نبداو نبسسو مليح الفرينة، ندخلو هذيك الزيت بيان حتى تحسوها فريمون تبست. ابخي تجيبو عندي هنا كيس خميرة تاع الحلويات، ندخلوها مليح. ابخي نزيدو الملح حسب العجينه اللي عندكم. هنا عيني ميزاني. ابخي هنايا ذوب داك الملح باش ما يقعدش حبات، سورتو عندي هنا ملح شيرشان. نبداو نطمو فيها ونواسيو شويه خل ابيض يعتبر كمحسن. فوالا هنايا درت شويه خل مغرفه هكداك تاع خل، ونكملو نطموها بالماء حتى تولي عجينه طريه ما قاصحه ما تلصق، شغل ترفد نورمال تلايم. فوالا هذا هو الشكل تاع العجينه تاعنا. ونخلوها تريح. اونتر طون نديرو الحشو تاعنا تاع المملحه. هنا في درت كاسرونه، درت كميه من الزيت، شويه زبده، ونديرو بصل مقطع رقيق. اليوم كان عندي نصف صدر دجاج كان في المجمد، ما خرجتوش من قبل دونك ما رحيتوش. على درت هذه الطريقه، نقليو البصل تاعنا، نديرو الملح والفلفل ايتو، ابخي نديرو هذاك الدجاج اللي عندنا. ما يهمش اي فخاذ ولا مهم تقدروا تستعملوه هنايا. هذا ملح فلفل نقليه. ابخي ندير هذاك الدجاج تاعنا مورسو كومبلي ما بلا ما نرحيوه. ابخي كي يطيب نرقوه حتى يطيب. ابخي كي يطيب نحيو ذاك الدجاج، نفتتوه ونعاود نرجعوه للمرقه، وهذيك المرقه تكون نقصت شويه، ما خليوش يكون عندنا مرقه بزاف باش تشوفوا لي طاب اللي جايه موراها. ومن بعد ما طبنا هذاك الدجاج انا فتته جبت مقله، درت فيها شويه زبده ومغرفه فرينه، ونقليوها نحمسوها غير شويه، نحمسوه باش الفرينه ما تقعدش خضراء. فوالا ماشي شرط تواسيو كميه زبده بزاف ولا غير شويه، قد ما نحمسو هاد الفرينه اللي عندنا. فوالا ابخي هنا جبناه لاباري اللي خدمناها من قبل. كنت هنايا فتت داك الدجاج و عاود حطيت كامل هذيك تاع قبيله في هاد المقله. هنا دورت هذيك الفرينه تخثر لنا ولا لا فارس تاعنا تولي خاثره ومن طون تجي بنينه. هاد التدبيره انا تجيني بوغ ما تجي بنينه ومن طون تجي لا فاس عقده. هذا فاس تقدروا ديروا به البوراك، يجي بنينه. هنا ابخي زدت لها 2 بورسيون، درت لها 2 بورسيون تاع الفرomage. جبن مثلثات درت زوج، ودرت
نصف فنجان حليب، وثاني درت المعدنوس والزيتون شرائح. فوالا، هنا الزيتون والمعدنوس يطلقوا بنه بزاف بنينه في لافارس، وما تكثروش بزاف الملح في الاول باسكو الزيتون مالح، فخوماج مالح، دونك باش ما يجيناش مالح. هذه هي، ونخلطو بيان. هنا راح لي المقطع وين صورت كيما درت الحليب والفخوماج، يبان هنا ولا شويه ابيض لافارس. ابخي نطفو لها ونخلوها تبرد. ابخي هنا واش راح نديرو، هنا بوليت العجين اللي عندي، درت لي 12 حبه لاباس بهم كبار. هذه الطريقه اللي نديرو بها هاد المملحات. نفتحوا العجينه كيما راهي تبان ونغلقوهم بيان. نديرو لافارس تاعنا بعد ما تكون بردت ونغلقوهم بيان باسكو راح نقليوهم. دوك نوريكم الطريقه اللي نغلقوهم بها. نغلق طبخي نحي زياده من الطرف باسكو يكون بزاف العجين ما يجيش فريمون بيان. فوالا، تشدو بصبعكم وتبداو شغل تشدو تبنسيو العجين وتقرصو وتبان لك بلي مغلوقه بيان باسكو باش كي نروحو نقليوها ما يتحلوناش في المقله. ماما لافارس اللي يديروها مع هاد العجينه تجي بنينه. فوالا، هنايا جبت مقله مليمه باش ما نكثروش الزيت. فوالا، لازم تكون المقله قبلتو زيت بيان، تواسيو الزيت فوقها باش تتنفخ شويه، تقلي وتقلبو حتى تولي هكا حمراء. اي فوالا، هذا هو كيفاش تجي في التهلي، تجي مقرمشه من برا والداخل طريه، انديري درناها بالخميره وهي ما درناهاش كاع بالخميره، فيتي ميم طون طريه فريمون. ننصحكم ديروها. وميرسي، هذا هي لا فيديو تاع اليوم.